بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا حبايبي الأطفال، وعدتكم المرة اللي فاتت مع الركن الثالث من أركان الإسلام. ركن دي خلي بالك منه واوي، مش بتوافق في أي حد، لازم يكون له شروط معينة علشان تحقق الركن في كده. الركن دوت اسمه ركن الزكاة، والزكاة دغيت ربنا سبحانه وتعالى جعل حق وفرض في كل ما أنتجت الأرض وأخرجت الأرض. يعني في حاجة اسمها زكاة الزروع، في حاجة اسمها زكاة الأموال، في حاجات اسمها زكاة النقدين الذهب والفضة، في حاجات اسمها زكاة الثمار والزروع، في حاجات اسمها ما أخرجت الأرض فعليه زكاة، لأن ربنا بيقول وآتوا حقه يوم حصاد. لما اعرف ان ربنا قال كده اعرف ان انا عليا زكاه، بس بشرط. الزكاه دغيت يا حبايبي لغه شرطين اتنين. الشرط الاول ان هو النصاب. النصاب يعني ايه؟ يعني بلغ النصاب. النصاب دهوت يعني لو عندي زرع والزرع دهوت الارض طلعت منه الزرع بتاعها لابد يكون له نصاب. النصاب ازاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق زكاه. بالمعنى العام كده الخمس أرادب أطلع فيهم الزكاة، أقل من 5 أرادب ما أطلعش. طيب برضه بالنسبة دي للزروع، بالنسبة اللي بيخرج من الأرض. طيب بالنسبة للمال العلماء شرطوا شرطين فيه. شرط إن يكون عندي ما يقابل 85 جرام ذهب، واضرب ال 85 جرام ذهب في سعر الجرام الايام ديت يطلع المال اللي عندي. لو انا عندي فلوس بمقدار ما يقرب من 60,000 جنيه تقريبا هطلع عليهم الزكاه. لو اقل من 60,000 جنيه مش هطلع الزكاه. نفس الكلام بس بشرط ان يقول لابد يكون 85 جرام ذهب، او والشرط الثاني الشرط الثاني يحول عليه الحول، يعني يمر عليه سنه. طيب بلغ النصاب ومر عليه الحول اللي هي السنه، يعني اطلع الزكاه. طيب بالنسبه للذهب، اذا كان عندي ذهب في بيتي، مامتي لابسه ذهب مثلا، عندي ذهب في البيت لماما مثلا او لعمته او لخالته او اي حد، لابد يكون الجرام اللي عشان اطلع عليهم الزكاه 85 جرام ذهب. والعلماء قالوا في ان الذهب اذا كان للزينه لا زكاه عليه، اما اذا كان للادخار وللتجاره فعليه الزكاه. الثمار والزروع نفس الكلام، ان الواحد يطلع العشر. كان زمان يطلعوا اذا الارض اتزرعت زرع وفيها ميه، وبعد الميه طلعت المحصول، والمحصول ده هو نزل الزرع اللي فيه طلع بدون مجهود هطلع عليه العشر. طيب اذا انا زرعت الزرع واني اللي سقيته بالماء بالميه بالانفار يبقى انا فيه نص العشر. طيب بالنسبه للي ربنا اداهولي المال نفس الكلام، هطلع 2.5% لو بلغ عندي 60,000 جنيه تقريبا. الزكاة دغيت حق ربنا فرضوا عليا من أجل الفقراء. فربنا بيقول في الحديث القدسي الجليل الفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإن بخل أغنيائي على وكلائي أو إن بخل أغنيائي على عيالي أو وكلائي على عيالي أخذت المال ولا أبالي. أدا حاجة. ورواية أخذتهم ولا أبالي. أنت متخيل الموقف ده؟ هو الدل اللي معاه فلوس زي ما قلنا، ودي ركن. خلي بالك ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجه ربنا جعل لي مصارف 8 ربنا بيقول فيها إن أنا أطلع الزكاة للنوعية دغيت. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الأصناف 8 ده هم دول اسمهم بيسموهم مصارف الزكاة. المفروض أنت مسلم وربنا اداك مال أو اداك زراعة أو اداك تجارة، المفروض تشكر ربنا في هذا المال أن أنت تطلعه للفقراء والمستحقين. ولذلك بيقولوا أن الزكاة لغة النماء والزيادة.
الزكاة لغة النماء والزيادة، يعني طلعت صدقة عند ربنا 10، طلعت 10 عند ربنا يوصلها إلى 700 ضعف، زي ما ربنا بيقول والله يضاعف لمن يشاء. يمكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وديننا علمنا في اتجاهين يعني متساويين، اتجاه الصدقة واتجاه الزكاة. إذا كان ركن الزكاة فرض على اللي عنده، طب حاجة اسمها الصدقة. الصدقة دغيت ان انت بتتصدق على الفقراء وعلى المساكين علشان تعلم نفسك الانفاق، لان ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يبقى معنى ذلك الصدقة مهمة جدا، بس مين اللي هيتاجر مع ربنا؟ واحد ما عندوش زكاة يطلع عليهم، بس عنده أموال عايش، طب يتصدق؟ يتصدق. طب يتصدق ازاي؟ عارف واحد اسمه سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه وارضاه، لما سمع الكلام من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ان في حاجة اسمها القرض والصدقة عند ربنا، ونزلت آية على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مين اللي هيتاجر مع ربنا؟ فسيدنا أبو الدحداح يقول لسيدنا النبي يا رسول الله، هو ربنا عاوز مني انني اتاجر مع ربنا، انني اقرض ربنا؟ فسيدنا النبي قال له ايوه يا ابو الدحداح. فسيدنا ابو الدحداح طلع من عند سيدنا النبي وكان عنده جنينه فيها من العنب ومن الشجار ومن الاشجار ومن النخيل وفيها من خيرات ربنا سبحانه وتعالى. ووقف سيدنا ابو الدحداح على باب البستان ونادى على زوجته يا ام الدحداح، فقالت له ماذا يا ابا الدحداح؟ قالت اخرجي. قال لها اخرجي فإني أقرضت ربي هذا الحائط، أنا جعلت الحائط دوت صدقة وقرض عند ربنا ألاقيه يوم القيامة. يا سلام، شوف ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما معهاش، بس كانت بتتصدق عشان تعلمنا الصدقة والإنفاق، وإن الواحد ياخد باله من الفقراء ومن المساكين، وإن الواحد يعمل لنفسه زاد عند ربنا. عارف ستنا عائشة كانت تعمل إيه؟ كانت تجيب الدرهم كده وتطيبه بالمسك، فبيسألوها يا أم المؤمنين لماذا تفعلي هذا؟ قالت لأن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع عند الله عز وجل. يا تخيل ستنا عائشة ازاي بتعيش بالمعنى ديت، عشان تعلمنا الانفاق، علشان انت بتعاوز حاجة، الحاجة اللي انت بتحبها طلع منها، اتصدق منها، الحاجة اللي انت حاببها خلي بالك، اعرف ان ربنا جعل عليك فيها حاج علشان ربنا اداها لك، فاشكر ربنا سبحانه وتعالى بشكرك على هذه النعمة ان يرى الغير من هذه النعمة ما ترى انت فيه، ما رأيت انت فيه. دي كان الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة. أكيد في الركن الثاني إحنا كنا صايمينه من فترة وعشنا فيه، اللي هو صوم رمضان. إزاي كان الواحد فعلا، يا ترى صومك انجبل ولا ما انجبلش؟ يا ترى صومك ربنا رضى عنك بيه ولا لأ؟ يا ترى إيه اللي في الصوم؟ دي اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. استنوني في فقرة علمني ديني مع الشيخ فتحي الزيات في الفقرة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.